FM. هو مولانا ومولى الثقلين، نور من نور الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. هو محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين وإمام القبلتين. هو سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، شمس العارفين وسراج السالكين ومصباح المقربين، ووسيلتنا في الدارين. هو قدوتنا الحسنة سيدنا محمد ابن عبد الله. يا أيها المشتاقون إلى نور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، دعوة للسير على خطى المصطفى. القدوة الحسنة، مصافحة إيمانية مع المزايا المحمدية. القدوة الحسنة، برنامج إعداد وتقديم هالة الطويل، صحبة الشيخ خالد الحناشي. القدوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة 15 من برنامج القدوة الحسنة. نواصل معكم رحلتنا الإيمانية في هذه الحلقة مع السيرة النبوية العطرة ومع حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. شيخ خالد، قبل أن أبدأ حلقتنا أرحب بك في بداية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المستمعين. تقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعله يا ربي خالصا لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين. إنما يميز الشخصية المتزنة ابتعاده عن المواقف الحرجة أو عند الظلم أو عند الانتصار، وتبرز لنا هذه الشخصية المتميزة وكيفية تعاملها مع هذه المواقف. ومن أرقى وأسمى المواقف الإنسان التي يمر بها هو أن يكون حليما متسامحا مع غيره. فلو تبرز لنا شيخ خالد كيف كان رسولنا عليه الصلاة والسلام في حلمه وعفوه وتسامحه مع الناس. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدنا يا أبا الزهراء، وعلى آلك الطاهرين الطيبين. وبعد، نعم. نقف مع حلمه وعفوه وتسامحه صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه وآذاه. فما أحرانا أخوتي المستمعين أن نسير على هذا الدرب ونتخلق بهذا الخلق الرفيع الذي يزيل الغل والشحناء من القلوب ويقوي الصلات والروابط بين أفراد المجتمع، فيشيع الود والمحبة بينهم. وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تفيض إشراقا بمواقف العفو والحلم، وتعد نموذجا لمن يطلب معالي الأمور ولمن يطلب حياة الشرف والمروءة. فقد أدب الله تعالى حبيبه ومصطفاه فأحسن تأديبه وأمره بالعفو عمن أساء إليه، فقال له ربه فاصفح الصفح الجميل، ووصف له الداء فأمره بالاستعاذة من الشيطان والإكثار من ذكره، فقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذا كان العفو والتسامح من أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فتحقق بهذا الخلق في أقواله وأفعاله ودعا إليه وحث عليه قولا وفعلا.
والحديث عن حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نأتي عليه، وحسبنا إخوة المستمعين أن نذكر بعض مواقفه، فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحلم، فهو صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأوسعهم صدرا وألينهم عريكا، أي طبعا، وألطفهم عشرا، لا تستفزه الشدائد، ثابتا صلى الله عليه وسلم كما قال قائلهم: ليس له في الحلم مثل، وهل تستوي يوما شمال ويمين، بحر محيط في الحلوم، وكم بدت من ذاك البحر المحيط جواهر. كان صلى الله عليه وسلم يكتم غيظا ويعفو ويصفح ويغفر لمن زل ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقا لله. كان لا يكافئ السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. إذا أغضبه أحد ازداد حلما ويتبسم في وجه من أغضبه. تحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. فصلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. أذاه المشركون أيما أذاه، وطأوا عنقه الشريف وهو ساجد في الكعبة، ووضعوا على ظهره سلاجزور أي أمعاء البعير وهو يصلي، ومنعوه وقومه الطعام والشراب 3 سنين حتى أكلوا خشاش الأرض، وأخرجوه وأصحابه من ديارهم. كلما قاساه من قريش من إذاية وشدائد صعبة، إلى أن أظفره الله عليهم يوم فتح مكة ودخلها منتصرا. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما يشاء، فكان موقفه العظيم الذي سجله تاريخ البشرية وضرب أروع مثل في العفو والتسامح، وقال تلك الكلمات: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فلما ذهبوا قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. بهذه الكلمات إخوة المستمعين استمال القلوب، عفا عن من أذاه وظلمه، وبهذا الخلق العظيم خلق العفو سكن حبه في النفوس وتعلقت به الأرواح، وجمع حوله كل الناس وفدوه بالأرواح. صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. هذا موقف من مواقفه عن حلمه يوم فتح مكة. أذكر لكم موقفا آخر يوم الطائف، وهو من أشد المواقف عليه صلى الله عليه وسلم. دعا بدعوته في مكة، ولكن أهل مكة كما قلنا رفضوا هذه الدعوة وصدوا عنها وآذوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل إيذاء. قال: أنا صاحب رسالة، صاحب دين. قال: أخرج بهذه الرسالة إلى قوم آخرين لعلي أجد آذانا صاغية. فكانت من أقرب القرى إليه مدينة الطائف. خرج إليها صلى الله عليه وسلم ليعرض عليهم هذا الدين وهذه الرسالة، ولكن للأسف كان موقف أهل الطائف موقف سيء. جروا سفهاءهم وأدموا قدماه وشجوا جبينه صلى الله عليه وسلم، حتى سألته السيدة عائشة: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لا، كان أشد منه ما كان من قومك يوم الطائف. فدائما كان يذكر هذا اليوم. تصوروا أنتم سيد الأولين والآخرين يرمى بالحجارة وتدمى قدماه، وهنا تأثر الحبيب صلى الله عليه وسلم وخرج منهم والتجأ إلى بستان وتوجه إلى ربه بالدعاء.
وهنا إخوة المستمعين نتعلم الدرس من الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه المؤمن إذا ضاقت به نفسه وضاقت به الأحوال إلى من يلتجأ إلى الله عز وجل، إلى رب العزة والجلال بالدعاء. وقال تلك الكلمات وتلك الدرر: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى أن قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ظن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذه الشدائد التي هو فيها هي غضب من الله، ولكن ليست غضب، هي سنة الله مع أحبابه ومحبوبيه. كل من سار على نهج الدعوة في سبيل الله لا بد أن يؤذى، ورب العزة والجلال يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ففي تلك اللحظات ضجت السماء وتأثر الملأ الأعلى، فيرسل رب العزة والجلال سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال بكلمة واحدة من رسول الله، يقول له ملك الجبال: إن الله يأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، هؤلاء الذين آذوك وأدموا قدماك، بكلمة واحدة يمحوا من الوجود. ولكنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الحليم قال: لا أطمع أن يخرج من أصلابهم رجل يعبد الله تعالى. بعد نظر للحبيب ونظر إليه سيدنا جبريل وملك الجبال وقال: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. نعم، الحديث عن التسامح والحلم والعفو هي صفات مميزة في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. شكرا لك شيخ خالد على هذا التوضيح، وشكرا لكم مستمعين على هذا الإنصات. دمتم في أمان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو مولانا ومولى الثقلين، نور من نور الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. هو محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين وإمام القبلتين. هو سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، شمس العارفين وسراج السالكين ومصباح المقربين، ووسيلتنا في الدارين. هو قدوتنا الحسنة سيدنا محمد ابن عبد الله. يا أيها المشتاقون إلى نور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، دعوة للسير على خطى المصطفى. القدوة الحسنة، مصافحة إيمانية مع المزايا المحمدية. القدوة الحسنة، برنامج إعداد وتقديم هالة طويل، صحبة الشيخ خالد الحناشي. القدوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم.